الدولة لا تصلح أن تكون رأسمالي. الدولة لا تصلح أن تكون صاحب عمل. والقطاع العام والأسلوب الاشتراكي ده في إدارة الشركات ما بينتجش في النهاية غير فساد، لأن الفلوس مش بتاعت حد. شركات قطاع عام بتخسر بال 500 مليون والمليار في السنة، ورئيس مجلس الإدارة بياخد مكافأة والأعضاء بياخدوا مكافأة والعمال بياخدوا الحوافز بتاعتهم، والشركة خسرانة مليار 2 مليار من فلوسكم، مش من فلوس حد تاني. الخطأ التاني في الدولة إن لما الدولة تخش في البيزنس ما بتتنافسش على نفس الأسس، وبعدين بتكسر المنافسة، لأن أنا أخش أنافس زي واحد ما عندوش كل التكلفة دي. الحاجة التانية الوحشة في الموضوع ده إنك أنت بتطفش المستثمر الأجنبي والمصري، وهتلاقي إن هم ابتدوا يسمعوا في الآخر وابتدوا يغيروا قوانين وابتدوا يقولوا لا لازم نعمل ندفع الناس دي ضرائب وده عشان يبقى المنافسة. بس هو الأساس إن هم أنت حكومي، التوليفة بتاعتك مختلفة عن واحد انتربرينور قطاع خاص عايز يبتدي بيزنس. أنت مهمتك إنك تسهل له انه ينجح، تسهل له الطرق، تساعده، تديله كونسلتنسي ببلاش، تديله الارض بشروط ميسره لو عايز يبني مشروع.